طيب كفايانا كده، واختصارا للوقت وعشان ما اطولش عليكم، السفرة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها من اشهر مطعم في كرداس. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سيد عبلة من اشهر الناس اللي في كرداس، المكان بتاعه كبير جدا ما شاء الله، وعنده اصناف كتير جدا من الاكل، واللهم بارك عنده قاعده كبيره جدا جدا جدا، لان المكان عنده واسع ويشيل عائلات كتير جدا مع بعض. وطبعا غير كل دوت بقى لهم 50 سنه في الشغلانه دي. وعلى فكره الميكس الجملي دوت اول حاجه لازم تطلبوها من عندهم لما تروح، شكله بيبقى جميل جدا وريحته حلوه قوي وبيستوي قدامكم. وعندهم بقى كفته، وكمان عندهم طرب، قسم كبير جدا للمشويات، وده طبعا غير الحواوشي البلدي الجميل. وضيف على دوت ان هم عندهم سمان، وغير كل دوت بقى عندهم مندي، وعندهم كبد وقواني السمان، وعندهم حمام، وكمان عندهم ميكس جملي، وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وتوفيق علي وليله جامده قوي سعادتك. وكل دوت بقى كوم. والحمام الكداب ده كوم تاني خالص. وطبعا بقى مش محتاج اقول ان كل ده معاه سلطات وبتنجان وطحينه والكلام ده. وبصراحه ما قدرتش اقاوم ريحه الاكل الجميله، ودخلت على طول بايدي في الطاسه ودقت الميكس الجملي الخطير اللي انا عملته بنفسي، وطعمه الصراحه كان جميل جدا. ودخلت بعد كده على السفره الكبيره اللي كانت مليانه حاجات كتير، وبدات بالكفته وكان طعمها جميل جدا، الفرمه بتاعتها حلوه قوي ومظبوطه. لا وطعمها بقى بالطحينه بيودي في حته تانية، حاجه كده فاخر من الاخر. اما بقى الطرب فده قصه لوحده، حاجه كده جوسي ولوسي وبوسي، وحاجه اخر دلع روقان، ولكن تقيل جدا. طبقه المنديل اللي ملفوفه حواليه حاجه كده اللهم بارك. وعلى طول دخلت على الحمام الكداب، وده على فكره ولا حمام ولا حاجه، ده بيبقى فراخ ملفوفه بطريقه معينه ومحشيه زيها زي الحمام. الطعم بتاعه الصراحه كان جميل جدا. اما بقى الحواوشي فطعمه مختلف خالص، لانهم بيعملوه من ميكس لحوم ما بين لحمه جملي ولحمه ضاني، طعمه بيبقى كويس جدا جدا جدا، وكميه الدهون فيه مش كتير. اما دي بقى في حاجه اسمها مزاليكا، عباره عن كبده وقوانص السمان معموله بتتبيله سريه خطيره، مجرد ما تاكلها هتوديك لكوكب المريخ. واكتر حاجه استغربت لها لما لقيت عندهم مندي، ازاي مكان زي دوت يعمل مندي؟ اكيد هيبقى مش مستوي حلو، ولقيت اللحمه بتدوب من العظمه كده، واول لما مسكتها بايدي كانت بتدوب دوبان ومستويه كويس جدا جدا. لا وطعمها بقى باين فيه تيست التوابل والتتبيله بتاعتها جامده جدا. والشوربه دي بقى ففي حته تانية، حتى اللحمه اللي جواها بتدوب. قوام الشوربه كان تقيل جدا وطعمها دسم. بالنسبه لفرد الحمام دوت فليه مميزات كتير، اولا متشوح في الزبده، ثانيا طعمه حلو جدا ومش هتقدر تقاومه ويخلص بسرعه، ثالثا بقى حجمه كبير وبهارات باينه فيه، واخيرا بقى هدوء اكتر حاجه هم مشهورين بيها ومتشوق لها من بدري، السمان اللي بيدوب في الايد وحرفيا طعمه جميل جدا جدا جدا. وبجد التجربه دي كانت جميله، والاكل كله كان 100 100، وان شاء الله هعيد التجربه دي تاني. وعشان ما اطولش عليكم، هم عنوانهم في شارع المنصوريه، بالتحديد عند شارع الرشاح في كرداس.